ميري دانيال أخت مينا دانيال الشهيد الذي استشهد في أحداث ماسبيرو، واحد من أبطال الثورة اللي أصيب أكتر من مرة، وكان ليه موقف ومؤثر جدا بالنسبة للشباب اللي شاركوه وحضروا معاه وشاهدوا أيام صعبة من 25 يناير. عاملة على اليوتيوب تسجيل خاص بتنتقد فيه أداء الكهنة، وبتشوف بتحملهم جزء من المسؤولية في ضياع الحقوق. عشان ما نقولش كلام يبقى فيه تحريف، خلونا نشوف ميري قالت ايه. دلوقتي بقول لبدياس قال لي اصل دي حته ورقه، وحته الورقه دي مش هتجيبنا بحاجه، احنا حقنا من القوات المسلحه هناخدها احنا بايدينا بطريقتنا زي ما خدناها قبل كده. طيب يا منى وبعدين؟ قال لي وانت بعدين يا ماما دلوقتي ولو طلبت تشريح اخوك هيودوه المشروع هديلهم ويقعد يوم ولا اتنين، وبعد كده تروحي تقولي وعايزه تقولي توديه تصلي عليه لوحده وشغلانه وحكايه. قلت له طب واحنا لو طلعنا مع بعض هنعمل ايه؟ هندفن الجثث مع بعض ونصلي عليهم مع بعض؟ قال لي احنا هنطالب كده بالكاتدرائيه. قلت له يعني ده كلامك يا منى؟ قال لي قلت له ويا ريت لما نروح الكاتدرائيه قلتك تغير الكلام بتاعك. قال لي انا مش هحاسبك عشان انا عارف ان انت اعصابك سايبه. الكلام اللي قدامي هي طبعا مش عارف الزملاء ما زعوش بقيه التقرير ليه. قالت ان حقوقهم بتضيع يوم ورا يوم بسبب الكهنه، وقالت ان موقف لوباتير كان خطأ، وقالت ان معنى ان مفيش تقرير طبيب شرعي يبقى الولاد دول بلطجيه وماتوا في خناقه زي ما بتقال عليهم. ده اللي قالته شقيقه مينا دانيال. موقف الأنبا لوباتير غامض شوية، تقيل شوية، محتاج الحكمة التي اعتدناها من آبائنا والبابا